سافرت ازاي ونوع شغلك ايه؟ كلمينا عشان ازاي نسافر. بصوا مبدئيا هو انا كده كنت عادي طالبه زي اي طالبه اللي هو بدرس وبشتغل جنب بعض. وكنت بدرس والله العظيم، والله انا مش ببالغ، انا كنت باخد ملاليم. عشان تعرفوا باخد ملاليم بجد، انا كنت باخد فتره من الفترات 200 جنيه كل شهر. 200 جنيه في الشهر، ده مرتب. المهم، ما علينا. بدون دخول في تفاصيل اللي فات، انا كان حلمي ان انا اسافر واشتغل مضيفة طيران. فرحت شفت ايه الوظيفة دي، ايه المطلوب عشانها. عرفت ان المطلوب عشانها اني انا اكون بعرف اتكلم لغة انجليزية كويس. فرحت درست لغة انجليزية، خدت كورس، وانا اصلا كان مستواي كويس فيه في المدرسة، فخدت كورس قويت نفسي فيه. وبعدين رحت اشتغلت في مكان يعني سياحي عشان اعرف اتعامل مع السياح، عشان اعرف اقوي اللغة. وبعدين كان كل ما ينزل اعلان شركة طيران عايزة مضيفات، اروح اسافر، عشان الانترفيوهات بتبقى في الاغلب كانت يا في القاهره يا في اسكندريه، مش في الاغلب، ده دايما يا القاهره اسكندريه. فكنت اسافر من اسوان للقاهره والله 14 15 16 ساعه على حسب القطر متواصل. اروح احضر الانترفيو هناك واركب تاني قطر عوده في نفس اللحظه، لاني ما عنديش مكان اقعد فيه في القاهره. فكنت اروح كده دايما دايما دايما. ومره في مره في مره في مره، لحد ما بعدين رحت قعدت بعدها في القاهره عشان اعرف ابقى قريبه من الشركات. والحمد لله ربنا شاء واتقبلت في شركه طيران تركيه كان مقرها في السعوديه، وسافرت معاهم على السعوديه، ودي كانت بدايتي.